اسم محمد رجب النكاح، وسكان منطقة رقم 2. عارف ولمساعدة الناس. عارف واليوم التاريخ طبعا اليوم الأربعاء، التاريخ 22 ولا 23 اليوم 23 اليوم الأربعاء. عارف نحن مساعين لمساعدة الناس. عارف باهي ان الناس ترجع لحشانها. عارف ونساعدوا فيهم تو نعقوا في الكهرباء وعالجنا المية. عارف الحشان قاعد الناس عارف ننظفوا فيها من برا، قاعدين برا في الصحراء. عارف وقاعدين نشربوا فيهم انهم يجوا لحشانهم هنا. ولا في حضور من الناس واستجابه من الناس انها ترجع لحسابها، وكل يوم ترجع قريب 10 ب 15 عائله 20 عائله ترجع. وان شاء الله يا رب يوفقنا ان احنا نساعد الناس كلهم. عارف والصليب بارك الله في جماعه الصليب انهم عارف وفروا لنا عارف المواد الغذائيه، عارف وفروا لنا الادويه، وفروا لنا عارف جميع المساعدات. بارك الله فيهم جزاهم الله بخير. عارف لكن احنا اللي نحطوا به تونا شنو انه عارف يزيد يساعدوا انه كان عارف في السيارات ولا ما فيش بنزينه وقود، حتى الوقود ناقص شويه يعتبر. يعني اهم الاشياء اللي ناقصه عندكم شنو هي الانسانيه؟ الانسانيه تو هي المواد الغذائيه، ولا هي الانسانيه السكن. السكن للناس، لان الناس عارف عشانها تدمر الكل. احنا قاعدين ساعيين على المجلس هنا بان عارف لازم يوفر سكن للناس، حتى مساكن جاهزه. مساكن الجاهزه هذه بتاعت اسمها التريلات هذه مساكن جاهزه، حتى اللي كانوا يديروا لنا مساكن جاهزه باش يجيبوا لها الناس هنا، الناس ترجع كلها. ونحن جايين شفنا عمارات كثيره في المباني، هل ممكن تتوظف ويسكنوا فيها الناس ولا العمارات هذول استاذ عارف ولا انت لو تدير دور على العمارات انت بروحك عارف ولا مالكش القدر انك تخش تسكن فيها. تدمرهم في الحرب هذه، تدمرهم كلهم. في ممكن تلقى فيه عارف العمارات هذول تلقى فيه ممكن 10 عمارات 15 عماره كويسات. احنا عندنا 600 عماره هنا، 600 عماره هذول عارف ولا فيه ممكن عارف 30 عماره كويسات، والباقيات اللي من الواجهه من هنا على طريق الساحل من هنا كلها تدمر. عارف احنا تو عارف اللي ساعيين ان عارف اللي حوشه يصين وعنده كيف يصين حوشه ويخش لحوشه. والله بارك الله فيه. عارف اللي يجي ندخلوا لحوشه وكان نقدر نعاونوا فيها. هل في عندكم ايتام من اطفال كثير؟ هذه بدون كلام. قصدي العدد يعني احصيتوه وكذا؟ والله مازال الاحصائيه مازال قاعدين مجلس دايرين لجنه. عارف لو هي اللي تحصي عارف قاعده عارف لكن مجموعه كبيره. ايتام مجموعه كبيره، لان حتى يجونا في برامج لغاتها هنا يقولوا هذا يرى يتيم، هذا ما عندهاش، هذا وراء. حتى الاجراءات تو الناس عارف كتيبات العائله، البطاقات الشخصيه عارف هذول كلهم تشك في النار في الفشار. وقاعدين تو ساعيين ان نديروا في اجراءات رسميه عارف من عن طريق المجلس، يديروا له في ورقه في مكان الكتيب عدد افراد الاسره نتاعها والمواليد نتاعهم عارف اللي يكتبوا لهم في ورقه يختموا لهم فيها. كانوا يبي غاتا ياخذ، كانوا يبي اي اجراء ثاني يديرها عن طريق المجلس هذا يديرها. ووفقنا الله ان شاء الله. عارف وفقكم انتم حتى انتم الله ان شاء الله. شنو صاير اليوم؟ شنو فيه هنا عندكم انتم؟ عندنا برنامج لغات هذا من جماعه الصليب، بارك الله فيهم جزاهم الله الخير. الناس هنا طبعا كيف راده وما فيش عارف لا مواد غذائيه ولا عندها شيء. وجماعه الصليب وفوا بالشيء هذا وبارك الله فيهم. وجماعه الهلال وفوا بالكلام هذا وجابوا لنا سيارات الصليب، وانا قاعد الناس قاعد تستلم في اللغات نتاعها بالكامل. استاذ علي، حضرتك مسؤول الهلال الاحمر في سرت، شنو عندك ما تقول لنا بالله؟ احنا كناس نبغى نعرفوا شو تحتاج انت في الهلال الاحمر في سرت. والله احنا اول حاجه قاعدين نحاول نرجعوا الطمانينه للناس، وانها تطمن وانها بوجود الهلال وبوجود فريق الصليب الاحمر طبعا، ونبغى الناس يطمنوا ويرجعوا من البلاد امنه. وان احنا طبعا وجميع الفرق الصيانه قائمه طبعا بصيانه المياه والكهرباء وغيرها. طبعا الحاجات اللي احنا بصراحه من ناحيه المواد الغذائيه الصليب الاحمر وفر فيما فات اكثر من 5000 حصه للاهالي مدينه سرت داخل المدينه نفسها، اكثر من 5000 حصه. طبعا وزعنا منها ما يقارب 4000 حصه فيما فات. وطبعا هم على تم استعداد انهم قالوا لنا انهم موفرين 15000 حصه وملايات متوفره في المخازن في طرابلس. طبعا الحاجات اللي احنا اللي نحتاجوها بصراحه لكثره احتراق البيوت، والناس في اللي محرقين بيوتهم وما عندهمش الا ما عادش عندهم لا اتات ولا عندهم حتى ماء وحاجات ممكن باش يحصل بيت او حاجه ويرجع لها. احنا ممكن اكثر حاجه ممكن نطلبوها اللي هي ممكن الحاجات المفروشات من البيت، فرشات اثاث يعني. ايوه اثاث. طبعا بالاضافه لذلك طبعا ينقص في هنا في سرت الطواقم الطبيه.
الطواقم الطبيه ناقصه، لان الطواقم الطبيه في المستشفى والمستوصفات اغلبهم طبعا طلعوا في الحرب دي، طبعا طلعوا ورجعوا للبلاد. طبعا ساعيين احنا حتى مع فريق من الصليب الاحمر بارجاع الكهرباء للمستشفى وارجاع المي للمستشفى. طبعا فريق الصليب الاحمر من الساعات اللي كان فيها الحرب هم شغالين في المستشفى، هم اللي كانوا طبعا هم حاولوا انهم يجيبوا فريق طبي، وهم اللي كانوا يقوموا الفريق الطبي اللي تبع الصليب الاحمر هم اللي يقوموا بعمليات. طبعا وفر الاكسجين وفر الادويه. طبعا مازال متواجد الصليب الاحمر مشكور، مكتب مصراتة طبعا كل يوم انهم متواجدين اعمالها في سرت وقاعدين يقدموا في استاذ علي باختصار ركز على الهلال الاحمر، انت شو محتاج كهلال الاحمر في سرت؟ احنا الهلال الاحمر محتاجين طبعا السيارات الاسعاف مفتقدينها. عندنا سيارات مثلا الشحن والحاجه زي كذا حتى نقدر نوصلوا المعونات للاهالي في مكانها، لان اغلبيه الناس ما عندها سيارات. بس محتاجين طبعا حتى المعونه الماديه والنثريه والحاجه زي كذا احنا ما عندناش، لان فرع يعتبر متهالك ويعتبر فرع في اتصال مع الهلال الاحمر الدولي؟ طبعا احنا متصلين طبعا حتى الاداره العامه للهلال الاحمر نحاول انها ندير طبعا انها تكون كاينه باتصال بنا. طبعا ولي العام للهلال الاحمر حاول زارنا يجي 4 مرات طبعا، وما زلنا ما حصلناش على حاجه الا تو. في اي معاناه من بدايه الحدث يعني الاحداث؟ والله المعاناه طبعا هي حتى في الاماكن الاخرى غير سرت؟ طبعا هي المعاناه يعني يقلب نفس المعاناه كلها، هي نفس الوسائل المواصلات وسائل الاتصالات. طبعا حتى احنا حتى وسائل الاتصالات اللي بين الافراد احنا كهلال الاحمر وما بين الناس اللي تخدم في الهلال الاحمر ما عندناش. حتى لاجهزه السلك اللي بين ممكن حاول يوفر لنا الصليب ممكن 3 والله زكي، حتى اللاسلكي حتى الاجهزه الثوريه وغيرها كلها اللي نشتغلوا بها طبعا المدير. طبعا اجهزه الاتصالات مهمه جدا التواصل بين الفريق فيما بعد داخل المدينه. شكرا بارك الله فيك استاذ علي، شكرا جزيلا.